يا مساء الخير. ايه هو السهم؟ عرفنا في الحلقة اللي فاتت ليه تستثمر في الأسهم أصلا، وإيه أهم المميزات اللي هتفيدنا جدا في حياتنا المالية لو استثمرنا في الأسهم. تعال بقى نعرف إيه هي الأسهم أصلا بالتفصيل كده. لو حبينا نعرف السهم فهنقول إنه عبارة عن جزء أو حصة في شركة معينة تقدر تمتلك الجزء ده ويبقى مكتوب باسمك أول ما تدفع ثمنه وتشتريه ويبقى في محفظتك الاستثمارية. ساعتها بتكون امتلكت الجزء ده من الشركة وبقيت حرفيا شريك براس المال في الشركة دي وليك حقوق فيها زي أي مستثمر آخر. طيب الجزء ده قد إيه مثلا؟ هقولك الجزء ده على حسب كل شركة موزعة راس مالها على كام سهم. فوالله لو موزعة راس مالها على 10 أسهم وانت اشتريت سهم واحد، إذا انت تمتلك دلوقتي 1/10، يعني عشر الشركة. طيب لو قلنا مثال بالأرقام، فالشركة سين عندها 1000 سهم، ال1000 سهم دول ب1000 جنيه، يعني راس مال الشركة 1000 جنيه، وانت اشتريت سهم واحد من الشركة دي بجنيه واحد. اذا انت معاك 1/1000 من اسهم الشركة بالجنيه اللي معاك. طيب سبق وقلنا ان الشركة لما بتبيع المنتج بتاعها او الخدمة بتاعتها وتكسب على اللي باعته ارباح مالية سنوية او نصف سنوية او حتى ربع سنوية اللي هي كل 3 شهور، هتوزع عليك ساعتها جزء من الارباح دي. وبنفس المثال اللي قلنا عليه، فلو الشركة سين كسبت السنة دي بسبب بيع منتجاتها او لاي سبب اخر ارباح تقدر مثلا بال1000 جنيه برضو هنقول، اذا كل سهم هيتوزع عليه جنيه واحد نصيبه من ارباح الشركة. طيب انت كمستثمر عايز اكتر وعايز يتوزع عليك 2 جنيه بدل جنيه واحد، يبقى اشتري سهمين وهكذا. طيب الموضوع ببساطة دي هو بسيط بس مش للدرجة دي اكيد، لان في نقطة مهمة جدا لازم نعرفها دلوقتي. مثلا لو حابب تشتري السهمين اللي عايز تاخد عليهم الربح 2 جنيه، مش شرط تشتريهم بنفس السعر. يعني لو افترضنا انك اشتريت السهم الاول بجنيه فعلا، فممكن جدا تشتري السهم التاني نص، وساعتها هتاخد نفس ال2 جنيه ربح على السهمين، لكن اللي حصل انك زودت نسبة العائد من ارباح الاسهم عن طريق انك قللت من تكلفة شرائك للسهم. فالسهم بدل ما كان واقف عليك بجنيه وقف عليك بنص جنيه. اذا انت لما تستفيد من ارباح الشركة هتكون نسبة ارباحك اعلى او العائد من الارباح بتاعك اعلى لانك اشتريت السهم بنص ثمنه. طيب حد هيسألني مش ممكن يحصل العكس، وبدل ما اقلل من التكلفة واكسب نسبة اكبر اكتر غصب عني، اكتر من التكلفة واكسب اقل؟ اكيد طبعا ممكن جدا ان ده يحصل، بس لو مش فاهم في تحديد سعر سهمك ومعرفة قيمته الحقيقية. فلازم تعرف قيمة السهم الاول الحقيقية عشان تعرف تقدره كويس وتشتري بسعر مناسب، فساعتها التكلفة فعلا تكون اقل. ده محتاج منك مجهود شوية عشان تعرف حاجة زي دي لوحدك، وطبعا انا بحاول اسهل عليك الموضوع على قد ما اقدر على اليوتيوب. لكن لو حابب طبعا تعرف كل التفاصيل فانا عامل كورس مبسط في كل اللي هتحتاجه عشان تدخل المجال ده على طول وتعرف تعمل منه استقلال مالي بجد. وتقدر تتواصل معايا على الانستجرام بيج، تبعت لي على الصفحة بتاعتي تفاصيل الكورس هبعتها لك، او تسيب كومنت تحت الفيديو وهتواصل معاك. نرجع بقى للسهم، وعرفنا انه عبارة عن حصة او جزء او نصيب معين ومحدد لشركة معينة. طيب منين اصلا جت فكرة الاسهم؟ في وقت من الاوقات لما الشركات كانت حابة تتوسع اكتر وعلى اساسه هتحتاج فلوس اكتر عشان تبقى فعلا شركة براس مال ضخم، ما كانش في ساعتها غير البنوك او المستثمرين الكبار اللي معاهم رؤوس اموال واملاك كبيرة. لكن اتضح كمان ان البنوك وكبار المستثمرين دول مش كفاية عشان الشركة تقدر تحصل على اموال تستغلها فعلا في التوسع والتطور بتاع الشركة. ما كانش قدامهم غير الشعب او الجمهور، او بالاحرى فلوس عامة الشعب. يعني والله احنا الشركة الفلانية بنعمل 1 2 3 وهنبقى في المستقبل 1 2 3، وانت كواحد من الشعب او مستثمر لو حابب تستثمر فلوسك في الشركة دي اهلا وسهلا، هيبقى ليك مميزات اللي اتكلمنا عليها طبعا في الحلقة اللي فاتت. ولو مش حابب تستثمر براحتك، وبكده يكون هو استفاد من تمويلات البنوك والمستثمرين الكبار والصغار من عامة الشعب عشان يتوسع اكتر، وانت كمان تستفيد من قيمة فلوسك اللي بتزيد مع تطور وتوسع وزيادة ارباح الشركة. طيب فين بقى الاسهم دي؟ بتكون موجودة فين
واعرف اسعارها منين وتفاصيلها. كل اسهم الشركات بتكون موجودة في مكان واحد اسمه البورصة، ولكل دولة بورصتها الخاصة واللي بتضم اسهم شركاتها المدرجة في البورصة دي. يعني مش شرط ان كوكاكولا تبقى موجودة في مصر اذا سهمها يكون في البورصة المصرية، لا، سهمها موجود طبعا ولكن في بورصتها الاصلية، البورصة الامريكية اللي موجود في مقر الشركة الرئيسي، وهكذا. وطبعا من اهم بورصات العالم حاليا احنا كلنا عارفين هي البورصة الامريكية، واللي بعدها على طول البورصة الصينية، وطبعا ده على اساس قيمتها السوقية. كفاية كده المرة دي عشان دماغك ما تتشتتش. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم اكتر واكتر عن سوق الاسهم والبورصة. ما تنساش اللايك، الشير، اعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقة على طول. الى اللقاء اخر ان شاء الله. سلام.